بقينا ليلة 23 رمضان، طبعًا الأيام بتجري ورمضان بيجري، فعايزين بقى نلحق الفرصة. مش عايزين ننسى الصلاة على النبي، وطبعًا الحاجات اللي قُلناها في ليلة الجمعة. إحنا بقى دلوقتي ليلة جمعة وليلة وترية 23 رمضان، فالعلماء قالوا واجتهدوا يعني، قالوا إن احتمال كبير جدًا نكون ليلة القدر. طيب عايزين بقى نستغل الفرصة ونعمل بقى أقصى حاجة عندنا، يعني تروح تصلي التهجد، نقعد ندعي، نقرأ قرآن. لو أنت بقى ما كنتش عامل حسابك على ده، ما تعرفش، مش واخد بالك، وقّف حالًا وروح اعمل ده. روح المسجد صلّي، هتعرف تعتكف. طبعًا كل واحد عارف الplan بتاعته إيه، بس المهم إن أنت تصلّي. لو أنت مش عامل حسابك إنك هتروح تصلّي النهارده، لازم تروح تصلّي النهارده. بتسمعني بقى وأنت في النادي، هتخرج مع صحابك، أنتِ رايحة تخرجي مع صحابك بقى في سحور night، في مش عارفة إيه، هنتفرج على مسلسلات، نوقّف كل الكلام ده ونروح نصلّي تهجد ونقعد ندعي. وكل واحد بقى يحاول يجيب آخره. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني بُصّوا، أنتم مش متخيلين أصلًا، يعني بجد ربنا لو أكرمنا النهارده، يا رب، يا رب يكرمنا ويوفقنا كده في الدعاء، حياتنا هتتبدل إزاي. عايزين نفكّر نفسنا، طبعًا بافكّركم وبافكّر نفسي، وربنا يكرمنا يا رب. ولو أنت طبعًا كنت هتعمل ده، حاول بقى تاخد صاحبك في إيدك، أختِك، مش عارفة إيه. المهم إن إحنا ربنا يكرمنا يا رب. وعايزين نوقّف أي حاجة تانية هتبعدنا عن العبادة، لإن طبعًا إحنا الشيطان متسلسل، بس بنعمل فاهمين، ماشيين كده بالremote control. هو متسلسل بس معتقداته وفاهمين أفكاره موجودة، فعايزين نحاول نقف مع نفسنا وقفة بجد. وروح صلّي وربنا يكرمك يا رب ويكرمنا، وادعوا لي بقى، ادعوا لي. يا رب.